السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. معكم ديال يسرا رفيعه، واليوم ان شاء الله غنشارك معكم لي مادلين بريستيج بطريقه سهله ومبسطه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو: كاس مع مرشد ديال السكر، نصف كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه من الحليب، جوج حبات ديال البيض يكونوا متوسطين في الحجم، كيس ديال خميره الحلويات بوزن 20 غرام، كذلك عندي الفاني، ملعقه صغيره، عندي شويه ديال الفواكه المعسله، عندي هنا ملون احمر وخضر، ومعلقه ديال الكاكاو والمر. ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. في واحد الاناء نفرغوا المكونات ديالنا كاملين. يمكن لكم تحطوهم في الخلاط الكهربائي وتضربوهم مزيان. ضربت هنا البيض والسكر، غنزيد عليهم الزيت وغنزيد الحليب، كذلك ضفت ملعقه صغيره ديال البودره ديال الفاني. يمكن لكم تعوضوها بساشيه ديال سكر فانيليا. صافي هنا مباشره غنبدا نضيف النواشف. غنضيف اول كاس ديال الدقيق وغنخلط بالخلاط اليدوي، كذلك غنضيف الخميره ديال الحلويات بوزن 20 غرام، وغنبقاو نضيفو النواشف تدريجيا وحنا كنحركو حتى نتحصلوا على الخليط اللي بغينا، ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل. فانا هنا غنخلي لكم المكونات بالتفصيل اسفل في صندوق الوصف. هنا ضفت الكاس الثاني ديال الدقيق وانا كنحرك. هنا بالنسبه للكاس الثاني فضفت غير النصف ديالو فقط، حتى كنضيفوا الملونات اللي غنستعملوا، عاد كنكملوا الاضافه ديال الكميه ديال الدقيق اللي بقاتنا. بالنسبه لهذا الكيك خدا معايا تقريبا 2 كيسان ونص ديال الدقيق. هنا قسمت الخليط ديالي على 4. بالنسبه للخليط الاول غنضيف ليه بودره ديال الكاكاو، الخليط الثاني غنضيف ليه ملون احمر، والخليط الثالث غنضيف ليه ملون اخضر. بالنسبه للخليط اللي بقى فغنحتفظوا به بدون اي اضافات. هنا كنخلط الالوان ومباشره غنبدا نضيف الدقيق على كل لون، وانا كنخلط تقريبا واحد الملعقه حتى الملعقتين كبيرتين في كل خليط، تنتحصلوا على هذا القوام هذا اللي باين، ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف في نفس الوقت. هنا مباشره غناخذوا المول ديالنا، اي نوعيه تكون متوفره عندنا. من بعد ما دهنته بالزبده مزيان، عمرت الخليط ديالي في واحد البوش باش يسهل عليا انني نفرغه، وكنبدا نعمرهم. ما نعمروهمش بزاف باش ما يفيطوناش في الفران، تقريبا واحد الملعقه كبيره في كل وحده. وهنا مباشره كندخلهم من الفرن اللي يكون ساخن من قبل على درجه 180. النار تكون مشعوله غير من التحت حتى كيقربوا يطيبوا لينا، وكنشعلوا لهم النار من الفوق غير واحد 5 دقائق، وكنخرجوهم مباشره من الفرن. كيكون هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كنخرجوهم من الفرن، كيجيو خفافين وهشاشين وكيتحيدوا لينا من الليمون ديالهم بسهوله. هذه هي الكميه اللي تحصلنا عليها 24 حبه. من بعد كتزينهم باي حاجه متوفرين عندكم. فانا غنشارك معكم الشكل النهائي من بعد ما زينتم غير بشويه ديال الشوكولا، ضفت عليهم الفواكه المعسله، اللوز ايفيلي، اي حاجه تكون متوفره عندكم. فكنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.